الجامعة الملكية المغربية تكذب خبر استقالة وليد الركراكي، حيث أثارت أخبار استقالة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي جدلا واسعا خلاله الساعات الأخيرة بعد تداول بعض وسائل الإعلام الأجنبية معلومات تشير إلى مغادرته لمنصبه. لكن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خرجت سريعا لتوضيح الحقيقة ووضع حد للشائعات. وأكدت مصادر من داخل الجامعة أن الركراكي لم يقدم أي وثيقة أو إشعار رسمي بفسخ عقده، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله مجرد أخبار غير دقيقة. كما أصدرت الجامعة بيانا رسميا نفت فيه بشكل قاطع خبر الاستقالة. ويواصل المدرب المغربي الذي قاد أسود الأطلس لإنجازات تاريخية أبرزها نصف نهائي كأس العالم 2022 عمله بشكل طبيعي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التحضير لكأس العالم 2026. ويبدو أن الشائعات انتشرت بسبب اهتمام بعض الأندية الخارجية بخدمات الركراكي، لكن لا يوجد أي تغيير رسمي في وضعه الحالي مع المنتخب المغربي حتى الآن. في النهاية تؤكد الجامعة أن الاستقرار مستمر داخل المنتخب، وأن الجهاز الفني يركز حاليا على التحضيرات القادمة ورفع جاهزية الفريق للمنافسات الدولية المقبلة.